اهلا بيكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. النهارده هنتكلم عن الفيديو اللي عملته مدام هناء وهي بتنظف الكبان. ويعتبر مدام هناء زي ما بيقولوا كده بدل ما بتكحلها بتعميها. فضلت مدام هناء تتكلم وكان كلامها بمثابة اعتراف، حتى لو هي بتتكلم بطريقة هزلية وفيها هزار وفيها تريقة على الناس اللي طلعوا انتقدوها بخصوص البيت وبخصوص جوز بنتها وبخصوص الرقص اللي بترقصه وكل الحاجات اللي بتطلع قنوات النقد المحترمة تنتقدها فيها، وانتي اللي بتسمحي للناس انها تنتقدك لان انتي تصرفاتك غير طبيعية. وبعدها عملت الفيديو اللي قالت فيه انا مستهدفة وانا ست مؤثرة، وقعدت تحلف 100 يمين و100 عظيم ان هي هتنزل القاهرة وتقدم اسماء الناس اللي هم مستهدفينها باسماء قنواتهم للحكومة وهتخليهم يروحوا في 60 داهية. تمام؟ عملت الفيديو وفضلت تتريق وتقول ايوه انا اللي قتلت الطيار وانا دفناه هنا تحت الكبان، وكل جمعه باجي اري عليه واجيب له قرص، وايوه احنا ما بنتجوزش، انا جوز بنتي لا هو مسلم ولا هو مسيحي، هو ما عندوش مله اصلا، وبنتي ما اتجوزتش اساسا لا في الكنيسه ولا في الجامع، احنا كده بنحب نعيش مع الرجاله من غير جواز، وايوه انا سرقت الطيار وانا اخدت بيته وقتلته ودفنته هنا، وانا بشرب خمره، وانا ست كنت بشتغل رقاصه وبحب ان انا ارقص وبحب ان انا اشرب. طيب هو بخصوص البيت، هو فعلا حضرتك اخده البيت بتاع الطيار، لان يظهر ان حضرتك بتنسي انك في فيديو قبل كده قلتي انا لو عشت عمري كله ولو عشت 20 سنة بشتغل في فرنسا ما اقدرش اشتري بيت زي ده. فانتي اللي قلتي بنفسك ان انتي واخده البيت من الطيار ورثتيه بالحياه، او بما ان انتي كنتي بتشتغلي عنده بعد ما اتكل على الله هو ومراته انتي اخدتي البيت واخدتي الكبان واخدتي العربيه واخدتي كل حاجه، حتى اعزكم الله الكلب ويلي ده برضو كان بتاع الطيار. يعني بالعقل كده حتى نظام البيت والاسلحه اللي متعلقه على الحيطه مش شغلنا احنا كمصريين ومش طبعنا ومش طريقتنا. تمام؟ اما بالنسبه لحته الرقص اللي حضرتك بتتريقي عليها، حضرتك اللي بتطلعي في الفيديوهات ترقصي وتتميسي، انا اسفه في اللفظ، حتى لما روحتي عند ميسيو جانو عشان تفرجيه فيديوهات الفرح وصور الفرح فضلتي ترقصي وتتميلي وانتي قاعده جنب الراجل، وانا عملت فيديو عن كده وقلت ان ما ينفعش احنا طبعنا كمصريين مسلمين لو الراجل ده عظم في قفه حضرتك تطلعي تعملي كده. هو بقى ميسيو جانو بيعتبرها حفيدته، بيعتبرها بنته، بيعتبرها مش عارفه ايه. احنا ما عندناش الكلام ده كمسلمين مصريين متدينين، او حتى الناس اللي هي مش متدينه، احنا ما عندناش كده في ديننا اصلا ان حضرتك تقعدي جنبه وتفضلي ترقصي وتتميلي بالشكل اللي انت بتتكلمي بيه او بتعمليه دوت. حته ان بنتك اتجوزت سواء كان مسلم او مسيحي، هو مش مسلم، لان بنتك قالت في الفيديو ان لما صاحبتها سالتها اسمه ايه قالت لها اسمه جان بول. ما عندناش الاسم ده في الاسلام نهائي، وبنتك لو مسلمه مش هتتجوز مسيحي، لان احنا عندنا ما ينفعش المراه المسلمه تتجوز واحد على دين غير الاسلام، ولكن الراجل المسلم من حقه ان هو يتجوز مسيحيه يهوديه ايا كانت ديانتها، هو من حقه ان هو يتجوز واحده غير مش على مله الاسلام. فانتي حضرتك اللي بتطلعي تتريقي بالشكل ده، بس عايزه اقولك على حاجه، ان كل الكلام اللي انتي بتقوليه بتريقه هو كلام حقيقي مش تريقه، واللي هيدقق معاكي وهيركز واللي عارف التاريخ من زمان هيعرف ان انتي كده بتعترفي على نفسك بس بطريقه هزليه وفيها تريقه على القنوات والناس اللي بتنتقدك في تصرفاتك. فما ينفعش حضرتك تطلعي في وقت تلبسي لنا عبايه الدين، ولما تحبي تتكلمي عن الدين تلبسي الاسدال، ولما تحبي تهيصي وتفرفشي وتنعنشي تطلعي ترقصي سواء في الجنينه في العربيه في الفرح عند ميسيو جانو. محدش منعك تفرحي ببنتك، كلنا بتجيلنا مناسبات وكلنا بنبقى عايزين نفرح، بس محدش بيصور نفسه وينزلها على اليوتيوب منصة عليها ملايين مملينة من الأشخاص سواء في مصر أو في الدول الأوروبية أو في الدول العربية. فاللي حضرتك بتعمليه نظام ساعة لقلبك وساعة لربك ده ما ينفعش نهائي،
وتطلعي في الاخر تتريقي وتتكلمي بطريقه هزليه وتتكلمي بطريقه فيها سخريه، وقال يعني حضرتك مش انتوا عايزين كده خلاص انا كده. لا، هي دي الحقيقه، هي دي الحقيقه اللي حضرتك مش عايزه تعترفي بيها، وان اي حد يجي معاكي وفي صفك يتسقف له، لكن اي حد ضدك يكون ملحد، يكون كافر، يكون تبع منظمه، يكون متفق عليكي عشان يصفوكي على اساس ان حضرتك شخصيه سياسيه. فما ينفعش. حضرتك بتقولي انا شخصيه مؤثره وفي ستات كتير وبنات كتير بيقلدوني، وده ادعى سبب ان حضرتك تبقي واخده بالك من تصرفاتك. يعني لو الناس الطبيعيين بياخدوا بالهم من تصرفاتهم ايراد، حضرتك تاخدي بالك من تصرفاتك 24 ايراد. دي حاجه. تاني حاجه ان حضرتك مش صغيره. انا مش هقولك انت عجوزه، انا معرفش انت عندك كام سنه، بس انت عندك بنت اتجوزت، دخل في عيلتك نسب، لازم تكوني اعقل من كده واهدى من كده وتكوني رزينه عن كده، لان كل الناس اجمعت ان حضرتك مريضه نفسيه محتاجه تتعالجي. كل تصرفاتك مش تصرفات فيها رزانه وفيها عقل. كلها شهر والتاني هتبقي جده. محدش قالك ما تفرحيش، محدش قالك ما تتبسطيش، محدش قالك كوني كئيبه، محدش قالك كوني كشريه، محدش قالك كوني ست وشها يقطع الخميره من البيت زي ما بيقولوا. حقك تفرحي، حقك تضحكي، حقك تهزري، بس في نفس الوقت ليكي حدود، ليكي ليميت معين ما ينفعش تعديه. فان حضرتك تطلعي تتريقي وتقولي انا قتلت الطيار ودفنته هنا وكل اسبوع بطلع اعمل له قرص واري عليه، وانا كنت شغاله رقاصه، ولما حد انتقدك قلتي اصل انا بحب اتسجن، انا بحب السجن، ونزلتي التعليق ده عندك على المنتدى. انا بحب السجن اهو، اكل ومرعى وقله صنعه، هاكل واشرب ومكان نضيف من غير متعب. يعني حتى ردودك على المتابعين فيها سخريه وفيها تريقه، وده مش في مصلحتك على فكره، لان انت هتبتدي تخسري ناس برغم ان قناتك طلعت. يعني اللي واخد باله من المشتركين، عدد المشتركين عند حضرتك زاد، ويا رب يزيدك ويا رب توصلي للمليون اللي انت عايزاه. بس توصلي للمليون اللي انت عايزاه بالصراحه، بالامانه، بالوضوح قدام المتابعين، بانك تكسبي حب المتابعين، لان كل اللي بيأيدوكي في تصرفاتك دول بيطبلوا لك، والله اعلم بيطبلوا لك ليه. بصي، مفيش حد في الدنيا اتفق على حب كل الناس ولا اتفق على كره كل الناس، لكن في حد في الدنيا تصرفاته بتبقى كشفاه، وفي ناس في الدنيا بتحب النفاق وتطبل لأي حد مهما كانت تصرفاته، وده أغلب المتابعين عند حضرتك اللي بيخشوا يشتموا قنوات النقد المحترمة ويخشوا يغلطوا فيهم، زائد الإيميلات الفيك اللي كلنا عارفين واتكلمنا فيها قبل كده مين بيعملها عشان يشتم المتابعين. فاهدي كده واركزي وعقلي وخليكي في روتين حلو زي ما انت كنتي عامله، انك طلعتي نظفتي البيت او نظفتي الكبان، اتكلمي في حاجات او مواضيع عامه من غير ما تتريقي على الناس ومن غير ما تاخدي اراء الناس بمنتهى السخف والسخريه. هتلاقي الدنيا اتظبطت معاكي، لان انت اللي بتجبري قنوات النقد انها تطلع تتكلم، واحنا من حقنا نطلع نتكلم زي ما في فيديوهات بتنزل على العام واللي انتوا بتعملوه بينزل على العام. احنا كمان من حقنا نقول رأينا، والنقد ده محتوى ومعترف بيه على اليوتيوب، محدش يقدر يقول انه مش معترف بيه. ربنا يهديكي ويصلح حالك وتفكري بطريقة مختلفة عن كده. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. لو وصلتم معايا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة، دعمكم هيشجعني اني اكمل، واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.